تقول ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وانا اتحدى 3/4 شعب مصر اذا كان عارف بقيه الايه ايه. بقيه الايه مش الايه اللي بعدها، بقيه الايه هي ايه قرانيه. ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. طب بقيه الايه ايه؟ علشان الناس اللي بتعيش مكرهه مع اهاليها، مع زوجاتها، مع ازواجها، لازم يفهموا ازاي يعيشوا. القرآن علمنا ازاي نعيش مع الزوجات وازاي نعيش مع الازواج. قال وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. طبعا انا عارف برضو انه مش هنعرف الفرق بين العفو والصفح والغفران. العفو انك تبقى قادر تخاصم مراتك وما تخاصمهاش، لان العفو دائما عند المقدرة ولمن يملك. او هي تبقى قادرة انها تخاصمه وتديله ظهرها وما تخاصموش. والصفح ان انا افتح صفحة جديدة. والمغفرة ان ما اجيبش سيرة الموضوع ده في اي يوم في اي سنة طول عمري لحد ما اموت. بكده تستقيم البيوت. انما احنا مش فاهمين قرآن. احنا بيتخرب بيوتنا، نسبة الطلاق عالية علشان خاطر متخذين بعض الكتب وذات الامراض النفسية منهج لينا في حياتنا. مش عارفين يعني ايه يعني حضرتك بتقولي ان نسبة الطلاق العالية سببها المناهج دي؟ طبعا امال ايه؟ ما هو انت النهارده لما تعلمي الولد ان القوامه على مراتي مثلا هي الرئاسه، ان انا اللي كلامي يبقى مسموع. دي اصلها ما بتسمعش الكلام يا عمي، يشتكيها لابوها ويقول له كده لانه فاهم ان عنده حق. القوامه يا ناس، القوامه. الله قيوم، الله قيوم السماوات والارض. يعني ايه قيوم ويعني ايه قوامه؟ يعني رعايه وحمايه. يعني الراجل يرعى ويحمي مراته، ده حق للمرأة مش حق للراجل. بس انتوا فهمتوا الإسلام بالعكس. القوامة ليس معناها أن الرجل هو السيد. طيب ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنا طبعا عايز أقول أنا آسف لحماسي، بس أنا حقيقة متنرفز وزعلان. واعذروني إن أنا زعلان في سني دي. أنا عندي 70 سنة. اعذروني في سن دي ان الاقي وانا قربت اغادر خلاص واخد الاستماره الصفراء الاخيره، الاقي امتي الاسلاميه الحبيبه بتعتبر ان ده دين، الكتب دي بتعتبرها الدين وسايبه القران الكريم.